عايز البنت اللي معاك تحترمك وتصونك وتقدرك؟ ركز على الكام نقطة اللي هقولهم لك دول، عشان صدقني بنات كتيرة قوي محتاجة تقولهم وانا طالعة اتكلم بلسانهم. اول حاجة، ما تخليهاش تشوف ثقتك ورجولتك اتهزت في نظرها. بمعنى، ما تقلش ادبك عليها وتنتظر انها تحترمك، ما تهنهاش وتنتظر انها تقدرك، ما تسامحهاش على الاخطاء بتاعتها. يعني هي لو غلطت مثلا، اقسى عليها وغلطها وانتي وانتي وانتي، ولما تيجي تصارحك بحاجه تعالى لومها وهنها وقل من كرامتها. ده بدل ما تقول لها انا مسامحك وكفايه ان هي صرحتك، ده كفايه ان هي صرحتك. طالما موقف ما فيهوش اي اهانه لرجولتك، كفايه ان هي صرحتك. يعني صرحتك بحاجه المفروض انت ما تعرفش عنها حاجه. كل الحاجات دي بجد، كل الحاجات دي بجد لو هي عايزها تكون كويسه معاك لازم تقدرها فيهم. وبرضو حاجه، ان انت تسعى علشانها. خليك دايما بتسعى علشانها، حسسها ان انت عايزها، شاريها، اتعب علشانها، اعمل مجهود علشانها. مش تبقى قاعد في البيت، تبقى قاعد في البيت وهي اللي مستنياك تقولك اعمل وسوي. طب ما انت فوق لنفسك قبل ما هي اصلا تطلب منك ده. انت فوق لنفسك، فوق لنفسك. انت بتعمل ايه في حياتك؟ ما بتعملش حاجه في حياتك، مستني هي اللي تعمل. ليه؟ هي الراجل، هي اللي هتعمل مجهود. انت اللي هتعمل مجهود، انت اللي شاريها. البنات بتتجوز من تاني يوم الصبح، هتسيبها من تاني يوم الصبح هيجيلها ابن الحلال اللي يشيلها عادي. انما الراجل هو اللي بيقعد. فانت على الاقل عشان هي تقعد معاك وتتقبلك وتستحملك، اتكلم بطريقه حلوه، ما تعصبش عليها وما تهنهاش، واسعى علشانها وتمرمط علشانها. حسسها فعلا ان انت موجود في حياتها، ما تبقاش كمالة عدد. يوم ما تحتاجك او يوم ما تبقى مزعلها صالحها، ما تقولهاش صالحيني وراضيني. راضيني وصالحيني دي في قاموس مين انا ما اعرفش. بس هي لو مزعلاك صدقني، لو بنت اصول وبنت حلال هتيجي تصالحك من غير اي حاجه. هي هتيجي تقول لك انا اسفه، انما ما تقولهاش انت صالحيني. صالحيني دي ما عمري ما سمعنا عنها. فبجد لو عايز البنت تقدرك وتشتريك، اوعى تقلل رجولتك في نظرها. وبس كده.